كنت بتضرب بالكرباج. قسما بالله الدول العربيه والاجنبيه اللي عمالين يبعتوا لفلسطين عدس ورز وحاجات في ازاز مش هرجل مننا كمصريين. على الطلاق جايب لهم 200 جرام اهم، 200 جرام شابهم وهبعته لهم على هناك عشان يتكيفوا ويعرفوا يقتلوا ولاد المره الوسخ. يخرب بيتك، انت كده هتسطلهم مش هتفوقهم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بني ادم؟ ايه البهايم اللي جوه الدماغ دي؟ ده انت مفيش دماغ خالص، ده انت طالع سكران. في ايه يا عم؟ فوق يا اسطى للكلام. مش كده. هما الناس عندهم كان الله في عونهم يا رب وربنا معاهم، عندهم حرب، انت تيجي تبعت لهم شادو ينيمهم خالص. يخرب بيتك، ايه اللي دخل الهزار في الجد في التهريج؟ مش قلنا نحترم نفسينا؟ قلنا نحترم نفسينا. نازله الجامعه ها. كله قال لي اشمعنى هو رد قلبي وقال هو انت كده شقطتها صاحبي؟ ولا انت بتعمل ايه؟ ولا انت عندك مشكله في عينيك؟ اصلا انا شايفك بتعمل كده كتير. في عندك مشكله في عينيك ولا ايه؟ ولا انت كده بتشوطها؟ لي هو انت زميلنا في الجامعه الجديد؟ اكيد طبعا. يا لهوي على جماله. لا والله. لا على جماله. ليه؟ شفتي مهند يا اختي؟ شفتي مهند؟ فيها بنت، ما تظبطي نفسك فيه. ولا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يخرب بيت القرف بتاعكوا ده. ايه يا جدعان القرف ده يا جدعان؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هي ماما قالت لي بلاش يا شاروخان تنزل الجامعه لوحدك عشان انت اول. لا شاروخان، هو انت يا اسطى بتموت البنات لما بيشوفوك ولا ايه؟ ولا انت ايه يا اسطى؟ امك بتخاف عليك تنزل في المواصلات لوحدك؟ ولا انت ايه نظامك معانا النهارده؟ ايه نظامك ده انت يا عم؟ والله العظيم هديكوا فيها يا جدعان، ما نفوق مع بعضينا. يعني الجو دوت مش نافع، الدنيا داخله في بعضيها عندكم والكلام دوت مش نافع. انا عايزكم تعملوا محتوى عدل. انا نفسي اشوف مين اللي بيكتب السكريبت. اللي بيكتب السكريبت ده قسما بالله خارج من مستشفى العباسيه، يا اما الخنكه يا اما جاي من ابو زعبل. قسما بالله ما لهاش حل تاني. انت اول مره تروح الجامعه، اي بنت هتشوفك من الجامعه هتموت من جمالك اهو. وادي النتيجه، اول واحده وقعت انتحرت اهي. انا هرجع تاني البيت وهلغي مواعيدي من الجامعه دي خالص ومش هروح تاني. لا يا اصلا تسحب ملفك من الجامعه وحياة ابوك يا شيخ ما تنزل من البيت. ما تنزلش من البيت، اقعد اتحنط في البيت كده، خد معاش وما تتحركش من البيت. وهنقطع سلك النت عنا، مش هنخلي فيه نت. احنا هنقطع سلك النت ده خالص، مش هيبقى فيه نت عندك عشان نهدى منك. ايه يا عم شاروخان؟ ما تهدى علينا يا عم، ده انا بص بدوخ منك.